أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك إقدام أم على قتل طفلتها اللي عمرها 4 أشهر إثر خلاف عائلي مع زوجها. حلو، هاي كل واحدة عندها خلاف عائلي مع زوجها تروح تقتل الطفل. خوش واصلين مرحلة احنا. المتحدث باسم شرطة دهوك، هاي الحادثة حصلت في دهوك. المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان قال أنه بالليلة الماضية قامت أم بقتل طفلتها اللي تبلغ من العمر 4 أشهر وتدعى شارون في أحد أحياء مدينة دهوك المسمى مالطا. الحادث نجم عن مشكلة اجتماعية بين الأم وزوجها. قرار القاضي بالتحقيق بدأ من قبل مكتب قتل شرطة دهوك وتم القبض عليها بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي. هذه بعض الصور اللي تبين الجريمة اللي ارتكبتها هذه الأم بحق طفلتها الرضيعة اللي عمرها 4 أشهر بس. خلونا نشوف الفيديو وكيف الشرطة فتحت تحقيق بالموضوع وتوجهت مباشرة إلى مكان الجريمة والحادث. بلد كان الطخ مالطا الطخة كود باجر دوجيا تلفونك بمهات بكردستان تي في أيضا كشنة شبويا أيضا كشنة دنا في مالدان في الشقة دايا في أوايدا كده ده ظلمة كشنة جنو مربون لكتنا ويدا من لكتنا داجي شرك شبويا ظلم درك في شمالدا أفريقيا بري چند دقيقة ديك أي بتشكي شهر هاي كشافوب درندنت كشتن برای کن کنه درست به آوایوا نزدیک تمام 4 هاییه سر بچکل البوري حنفي دادن وكشين انك حتى نفس نجدد الفيديو من داجي رأسا بيانو خجستان ل مؤمن كوس سر تشوفي درخن بحث كيف كان تشاو بله تشوف بترغم بك رنگ راستفا geldi da پیج يعني مال حرق سنتر بعدين يعني فصل تي في geldi da بله مام و بري سچار هيواد در نبي كچه عربه التفاصيل بيجم بله خزانه که بله چابو خزانه يقول كردك عربه فلا باخذ مياه بله الده ما بيبري چند هيواد هاي هاي بيچوري هذا سچار وجهات بيقول امين الشقه هاتن الشقه و شويدي يتعدنته بعد دنگك ساعت 1 شب دنگ قیامتك ام هم بكردي انجام هم درجه